وقول الحق ولو على رقبتك. ما تخافش من اي حد، ما تطيش لاي حد، ما تخافش غير من اللي خلقك، وما تطيش غير للي خلقك. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ازيكم يا أحلى وأجمل متابعين في الدنيا؟ يا رب ابعد الوباء والبلاء عن أمتنا العربية والإسلامية وعن مصرنا الجميلة يا رب العالمين. يا رب اشف كل مريض، وفك ضيقة كل متضايق، وفك كرب كل مكروب. هتكلم النهاردة عن ايه يا أم محمد؟ أنا هتكلم عن مواضيع عديدة على قد ما يتسع وقت الفيديو لتناول الموضوعات. بس قبل ما ادخل في اي مواضيع احب اننا ندعي لاخواتنا ان ربنا يرحم شهدائهم ويشفي مرضاهم وينصرهم على القوم الظالمين. وربنا يرحمك يا شهد وينور قبرك ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة انت وامواتنا واموات المسلمين. وربنا يشفيك يا حاجة مريم ويشفي كل مريض. وربنا يشفيك يا ام امان ويشفي كل مريض. وربنا يشفيك يا دكتورة ملك ويطمنا عليك يا حبيبة قلبي ويشفي كل مريض. وربنا يطمني عليك يا علا انت وشمرية حبيبة قلبي. والحمد لله على سلامتك يا ام نواف. طبعا انتوا عارفين اللي بيحصل لحلمية وابنها وبنته، دي مهزلة بكل المقاييس اللي في الدنيا، مهزلة. والمهزلة الأكبر إن كل اللي حواليهم قاعدين ساكتين ما بيعملوش أي حاجة. طيب أنا عندي دليل على إن رانيا خسرت كتير قوي قوي لما خسرت عيلة امبابي. لما محمد امبابي ووالدته الحاجة رضا يحاولوا يتدخلوا في الموضوع ويقفوا جنب حلمية في الوقت اللي حتى بيدعوا ان هم معاها، مش واقفين جنبها او مجرد صورة كده ان هم جنبها ومش ضدها. فانتم ما تلوموش على القنوات وتقولوا القنوات اللي ضد واقفة عشان مصلحتها، والقنوات اللي معها واقفة عشان مصلحتها عشان حاجة في دماغها. اذا كنتوا انتم اخوات وكل واحد فيكم واقف جنب طرف لغرض ما في دماغه، يعني مثلا افيونة ومصطفى واقفين مع ام الدواهي عشان الفلوس وعشان الدعم، ولا طفطف وما لا طفطف، وسابوا حلمية وداسوا عليه. وانت كده كده يا مصطفى اصلا بيع القضية، مالكش دعوة بحلمية خالص. حتى لو ما فيش مشاكل، المعاملة بينك وبينها فيها جفاء. بحس كده ان دي مش معاملة اخوات ام واب، ولاد ام واب. للأسف الشديد بحس ان في يعني تفاوت رهيب بين معاملتك لحلمية وبين معاملتك لزاهية، وده شيء ربنا هيحاسبك عليه، مش احنا اللي هنحاسبك عليه. دي مشاهدات شايفينها بعينين. حتى العيال برضو، عيال دي بمعاملة شكل وعيال دي بمعاملة شكل، وربنا برضو بيحاسب على كل ده، لان هم يعتبروا اهل بيتك والمفروض انك تعاملهم معاملة حسنة. يا سيدي خلي حلمية يا رجالة عيلة داوود مش كويس، عندها اغلاط ينفع، والدم اللي بيجري في عروقه ده ما مش عارفه ازاي ينفع تسيبوا ابنها الوحيد اللي ليه لا اخ ولا ليه حد يقف جنب منه، تسيبوه مصيده كده للناس البلطجيه، الناس العويله، الناس اللي مش مظبوطه. وارجع واقول لكم ايه، انتوا سبتوا طارق للبلطجيه علشان عارفين ان زاهيه هي اللي متفقه معاهم علشان يعملوا مع طارق كده. انتوا لسه ما شفتوش حاجة. انتوا مفكرين ان انتوا لما تستقوا على حلمية كده ربنا هيسيبكم؟ انتوا مفكرين كده لما تستقوا على الضعيف وتضغطوا عليه حتى لو عمل في نفسه حاجة ربنا هيسيبكم كده عادي خالص؟ هيوقعكم في شر اعمالكم، وساعتها هتقولوا حق منها لله. زاهية احنا كان جاي لنا منها ايه؟ احنا وقعتنا في حرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل. للأسف الشديد انتم ناس عدماء الضمير، وبيعتم الأخوة بالفلوس، بعتوا الأخوة بالدعم اللي يجي من لطيف او لطفطف او جميل او جمول. انا مش عارفة بصراحة ربنا. كلكم بقى وام الدواهي تاني عملتي وقعتي ابن اختك في مشكله
واتهدر دمه في البلد، والراجل البلطجي يروح يهدد اختك يقول لها هسيل دمه، ودمه هدره في البلد ويقول لك هقتله وهعمله. كل ده علشان تداري على خطوبه ابو ليا يا ام زرطه. يا ام زرطه انا والله العظيم انا عمري ما شفت ناس، انتوا ناس هبل، لسه عيالكم بياخدوا المصروف ايديهم منكم. انا بستغرب ابو البنت ديت ازاي وافق ان هو يخطبها لواحد بيمد ايده بياخد مصروفه من امه. بيت كله منارات يا جدعان، ما فيهوش يعني حد كده راجل يعتمد عليه، كله منارات والحمد لله بشهاده الناس. انا مش عارفه ازاي جالك قلب تفرحي وتزرغطي من قلبك كده واختك عماله تعيط. ما علينا من اختك، خلي اختك دي وحشه وكخه يعني مش مظبوطه. هان عليك انت وولادك تسيبوا طارق في ايدين من لا يرحم، وممكن اي حد يضربه ضرب يموتوا فيها وانتم يكون ليكم سبب في الموضوع ده. انت ما تقوليش انت بتقولي انا ما اعرفش فيستو دي علشان اعزمه عندنا ولا دخل ضرن. يا كدابه يا كدابه، ده جاي في فيديو مع ابنك مضيع الدنيا من كتر الرقص وفاشخ بقه زي بق الحماره واسنانه كلها باينه، والراجل يعني بسم الله ما شاء الله زي الزفت الحمد لله. يعني انت عارفاه ابنك يعني هيعزم ويبقى من ضمن الاصدقاء الشايب دي وما تبقيش عارفاه. كان الديك الرومي عندك يا عويله يا عويله، دخلت البلطجيه بيتك ياكلوا من دكر الرومي اللي انت عاملاه على دم ابن اختك. اتفقتي على قتل طارق يا ظلمه. انا مش عارفه انت بتنامي ازاي؟ انت ازاي؟ ما هو انت عارفه عن تجربه يا اولاد والله العظيم ما بكذب، اي ست بتبقى خلفتها كلها صبيان بتبقى ست قلبها جامد قوي وجاحد قوي، مفيش في بيتها ريحه الرحمه لاي حد. من اللي يقع تحت ايدها، من اللي يقع تحت ايدها، وكل ما تتكلم تقول لا انا معيش بنات، انا ولادي صبيان، انا ولادي رجال. ده ما خيبه الا خيبه الراجل يا مايل، لو الراجل خاب عليه العوض يمه الدواه. ازاي جالك قلب تزرغطي وتعملي اللي انت عملتيه ده؟ الله بالمناسبه يا ام الدواه، هم دول اللي انت كنت معزومه عندهم على الفسيخ؟ شكلهم كده يا ام الدواه هم في حته غريبه كده، والشوارع كلها مهببه بالهباب العالي، ما اناش عارفه انت كنت رايحه فين داهيه. المهم يعني انت يا بنت يا ام الدواه خطبت لابو ليه؟ خطبت لابو ليه يا ام زرطه؟ انت خطبت له؟ طيب يا حلو، دوري بقى وشوف الدنيا هتبقى ايه. بقول لك ايه، ان شاء الله يوسف في اجازه اولى ثانوي ان شاء الله انت هتجوزي بقى ايه ابو ليه، يمكن السنه الجايه تجوزيه. هتجوزي ابو ليه بعد ما تجوزي ابو ليه على طول، زي ما عملتي مع الديك الهندي كده اللي جوزتيه لسالي، الديك الهندي اللي جوزتيه لسالي زي ما عملتي بقى بعد فرحه كده بشويه باقل من شهر اهو وخطبت اخوه يوسف بقى ان شاء الله بقى علشان تبقى حديث المدينه. بس هل يا ترى يا بيت هتجوزيه مين؟ هتخطبيه مين بقى ان شاء الله؟ قال تعالي هنا يا ام الدواه. قال هو انت لو عندك ولي كنت رضيتي يتعمل فيه زي ما عملته في سالي؟ قال يا منار هان عليك كده تكسر بخاطر بنت اخوك، خلتها شكت اخوك وسجنته وشهدت عليه شهاده زور، وابنك هو اللي معتدي عليه، ابنك هو اللي معتدي عليه يا ظالم، وعشمتوها بالجواز وخرمت ودانها وما لقتش حاجه. عشمتني بالحلق، خرمت انا وداني ولا جبت لي الحلق ولا سبت لي وداني. يعني انا مش عارفه انتم ازاي خسرتوا البنت ابوها، خليتوا البنت يعني تستقوى على امها وقعدت لوحدها مقابل الشهريه اللي بتبعت لها اللي لطيفه. انا مش عارفه انتوا عارفين ربنا منين؟ انتوا بيجولكم نوم كده، جالكم نوم في الليله اللي حلميه باتت فيها لوحدها وبتدور على ابنها؟ عيله امبابي اللي انت عايزه تلزقي لهم ان هم بلغوا عن نرمين وبلغوا عن لبنى. انت رغم انك انت قلت رأيي في الناس دول حلو قبل كده، لان نفسك لما اتزنقت والناس قالوا ان انت اللي مبلغه قلتوا انتوا عارفين كويس مين اللي مبلغ،
وعمتي على عم مين؟ على عم راني. انما طارق علشان ولد محترم ومتربي قال عيلة امبابي ما ذنبهاش حاجة يا جماعة. وبرضه نرمين في البث برضه بتاع ريري، اعتقد بتاع ريري، قالت برضه ان هو لا بس طارق قالت ان عيلة امبابي ملهاش دعوة برضه، ما يعملوش فيا حاجة، والناس مش اعدائي ولا هم بيعاملوني وحش ولا انا بعاملهم وحش. اذا الناس دول محترمين، في وقت الشدة تلاقوهم واقفين، ما استحملوش ان هم يشوفوا طارق في كده، حاولوا ان هم يحلوا المشكلة وقعدوا من قبل المغرب بكتير لغاية بعد صلاة العشاء وما نحلش الموضوع. فيسو كان مستقوي على حلمية، بس حلمية صانت كرامتها وكرامة ابنها بجد. في بعض الأحيان كنت بحس إنها ضعيفة، بس يعني عاطفة الأمومة غصب ساعات بتغلب الستات وتخليهم يتصرفوا أي تصرف يخافوا لحسن ولادهم يحصل لهم حاجة ويقولوا مش مشكلة، كرامتنا أهم حاجة ولادنا. لا يا حلمية، أهم حاجة الكرامة. الإنسان من غير كرامة ما ينفعش في أي اتجاه في الدنيا، ما ينفعش. يا حلمية انت ماشية صح. قال انا سايبك الجداد دول يا ام زارطة، ما قالولكوش فين اخواتك؟ ما قالولكوش انت مقطوعة من شجرة ولا ايه؟ ولا انت يا اختي ايه فهمتوهم الموضوع وقلت لهم ان انت في وكسة كبيرة، وان انت خليت الناس يهدروا دم ابن اختك وثبتي بنت اختك وعملت لها سكرينات كذب في كذب وعملت حاجات كتيرة قوي يا ام زارطة. ده انت لسه وقعتك زي الطين. من اين لك هذا يا ام زارطة؟ من هنا ورايح يا ام زارطة هنفتح بقى مواضيع غسيل الاموال والحاجات دي. ما هي بصراحه ربنا لما بعد الفرح الناس يقولوا لك ايه ما تروحي المصيف يا ام زارطة، تقولي ايه منين يا ولاد الفرح نشنشني ما خلاش حيلتي حاجه، وفجاه تروحي في مكان كويس وغالي ما شاء الله بآلاف مؤلفة، وابنك توديه مش عارفة فين وصرفتي آلاف مؤلفة، وبعد ما تيجي الحوالات تترك ترك ترك ترك. يا ولاد انتوا عارفين الحوالات اللي جات لام الدواهب كانت جايه باسم مين؟ حنبوزو وعبد العال وفسو، وخدوا ايه كل واحد نسبته وحسابات تانية اللي انا قلت لكم عليها زمان. قلت لكم ان في حسابات ناس غلابه بتيجي الفلوس على اساميهم وهي ايه بتراضيهم باي مبلغ كده على الماشي. يعني انتم قبلتم ان انتم تبقوا قراطيس يا فسوا انت واحمد عبد العال وتتقرطسوا وتتاجروا ان انتم تيجي الفلوس باساميكم وتاخدوا كده يترمالكم كده فتافيت، يترمالكم فتافيت وعاملين لي رجاله وبتقولوا حارمنا وما حارمنا. ما انتوا اللي ذكرتوا حارمكم. حد قال على حارمكم حاجه؟ ما حارمك يا ابني على التيك توك. اي نعم معاك ان في ناس كتير على التيك توك، في ناس كتير على التيك توك محترمين، وفي ناس برضو كتير على التيك توك قلة الادب. انا عن نفسي ما اعرفش المدام منهم علشان ما اجزمش واقول ان هي كده ولا كده. اللي مش عايز اهل بيته حد يتكلم عنهم يقفل عليهم ولا يطلعوا على السوشيال ميديا ولا يتكلموا ولا يعملوا قنوات ولا كلام فاضي من ده اللي انا اعرف. او يعملوا قناة على اليوتيوب وما يبانوش، يعملوا محتوى كده من غير ما حد يشوفهم يبقوا متداريين. لكن انتم تعملوا رجاله على ولد ضعيف وحداني وعلى خايفة على ابنها، يبقى دي مش رجولة. اهلك تامة ما فيهاش راجل، لو فيها راجل كانوا وقفوكوا عند حدكم.